فيلمنا النهارده بيبدأ بمشهد لليزا وهي مقررة الانتحار ونايمة في نص الطريق ومستعدة لأي عربية تعدي عليها وتخبطها، ولكن أول ما هتقرب العربية ليها هتقوم ليزا بسرعة، وبالفعل العربية هتعدي، ولكن سواق العربية اللي اسمه آدم بعد ما بيمشي بيرجع تاني ليزا وبيعرض عليها إنه يوصلها بدل ما هي محبطة وعايزة تنتحر كده، وساعتها ليزا بتوافق وبتركب معاه، وفي الطريق بيدردشوا مع بعض وبنعرف إن ليزا عندها بنت اسمها نينا وان النهارده عيد ميلادها التاسع، وبتقول لآدم انها كانت هتتم النهارده التسع سنين ولكن لو كانت عايشه يعني، وبعد ما هيذكروا نينا في الكلام هتكتئب ليزا، بس ساعتها هيقطع الصمت ده واكتئاب ليزا العميق صوت الراديو بتاع العربيه اللي بيقول ان قوات الامن بتدور على قاتل متسلسل وعامل وشم على ايده اليمين، وساعتها بيتوتر آدم وبيطفي الراديو بايده اليمين، وليزا بتشوف على ايده الوشم وبتبدا تخاف وتتوتر، ولكن آدم بيطمنها بطريقته وبيوقف العربية فجأة فهتتخبط ليزا وبتفقد وعيها. المهم بعد شوية بتصحى ليزا وبتفوق وبتلاقي نفسها في أوضة معدن كده، وبتلاقي نفسها لابسة طقم ضيق قوي وإسورة ضخمة في إيديها، والإسورة دي هيكون عليها عداد بيعد تنازلي، وساعتها ليزا بتخاف وبتبدأ تحرك العداد ده وتحرك الإسورة وتخبطها في الحيطة وبتكون عايزة تقلعها، بس ساعتها الأجواء هتبدأ تتوتر شوية بشوية لحد ما هتتفتح بوابة كده قدام ليزا، وليزا بتدخل في البوابة دي وبتضغط على الزرار كده وهي أصلا ما تعرفش هي بتضغط على إيه، وساعتها بتبدأ إسورة العد التنازلي اللي في إيد ليزا تعد، وهنعرف إن العد ده بينتهي بعد 11 دقيقة، وليزا مش هتبقى عارفة هو إيه اللي هيحصل لها ده، ولكنها بتفضل تزحف في النفق ده على أمل إنها تخرج، بس طول طريقها في النفق هتفضل تسمع أصوات غريبة جدا، بس وقتها بيفتح قدام ليزا نفق تاني ضيق جدا وهيبقى صعب عليها انها تعدي منه، ولكنها بتحاول تيجي على نفسها وتخرج منه، وبعد ما هتعدي منه هتلاقي قدامها نفقين تانيين وهتقعد تختار بينهم لحد ما تقرر تعدي من واحد فيهم، وبيكون شكله غريب جدا وبيكون متلون باللون الاحمر والاصفر والازرق، والاضاءات دي بتخلي ليزا تعدي وهي منكمشة علشان جسمها ما يخبطش في الاضاءات دي، وهتفضل تزحف لحد ما تعدي لمكان تاني بس هتكون تعبانة ومرهقة جدا، ولكن مش هيبقى فيه اي وقت للارهاق، فبتاخد نفس عميق وبتبدأ تنطلق من تاني، بس ساعتها هتقابل جسم كده محطم مرمي بعرض النفق، والجسم ده باين عليه كده انه قرب يتحلل لان هيبقى طالع منه ريحة بشعة جدا هتتعب ليزا، فبتحاول ليزا تزق الجسم ده علشان تعدي، ولكن طريقها هيفضل مسدود لانها بعد ما هتزق الجسم ده في جنب كده بيظهر قدامها سور حديد فيه 3 شبابيك، وبتحاول تعدي من الحاجز ده، ولكن ساعتها بتبدأ الإسورة اللي في إيديها تتحول للون الأحمر وبيبدأ يعد الإنذار، وكل الكشافات والإضاءات اللي موجودة في النفق بتتحول للون الأحمر وهتعمل إشعاعات ليزر حمرة كده، وفي الوقت ده بتترعب ليزا لأنها هتبقى حاسة إن الإشعارات دي بتحذرها من خطر كده هي مش عارفاه، وهتفضل في حيرة كده ومش عارفة تعمل إيه لحد ما بيتفتح جنبها لوحة كده أو نفق ضيق اسمه نفق الأمان، والنفق ده هيكون بر الأمان لأنه هيكون ما فيهوش إضاءات حمراء ولا أي إنذارات، ومع إن النفق ده بيكون ضيق جدا ولكنه هيكون مكفي ليزا وهتقدر تستخبى فيه، بس وهي مستخبية بتشوف النار بتبدأ تشتعل وتملى المكان كله، ورغم إنها بتكون في أمان ولكن الرعب بيفضل مسيطر عليها، وده لأنها تشوف النار مالية المكان اللي كانت قاعدة فيه، وبعد ما النار بتخلص بتبدأ ليزا إنها تخرج من تاني، ولكن بتلاقي النفق عمال يضيق عليها أكتر ما كانت تتخيل، وكل شوية يضيق أكتر وأكتر، وقبل ما تستسلم ليزا وفي آخر لحظة النفق هيبطل يضيق عليها وهيكون مكتوب لها عمر جديد، ومع إنها هتحس بالأمل ولكن بيجي لها انهيار من العياط، وفجأة بنلاقي إن الإسورة اللي في إيديها هتبدأ تتظبط تاني تلقائيا على 11 دقيقة تانيين، وبتفضل ليزا تزحف بصعوبة علشان تخرج من النفق قبل ما ال 11 دقيقة يخلصوا، ولكن ساعتها هتلاقي قدامها بركة مية كده، وهيبقى كل تفكيرها واعتقادها إنها تقدر تشرب وترتوي من المية دي، ولكن البركة هتكون عميقة وكبيرة جدا لدرجة إن ليزا هتغوص فيها وهتتنقل للبر التاني اللي هيكون فيه مدخل نفق جديد، ولما بتبص ليزا للنفق ده بتلاقيه كبير وواسع جدا، وساعتها هتدخل فيه بسرعة، ولكن حظها المنيل هيلحقها لأن هيدخل سيل من المية العكرة يملى المكان كله، وهتفضل تعوم بقى في النفق والمية العكرة دي
ولكن هتمشي بحذر كبير جدا. وبعدها هتلاقي جزء تاني من النفق مليان انابيب متعرجة كتيرة كده، فبتيأس بقى وبتتعب، وبجد انا شخصيا تعبت لها اساسا. المهم ان ليزا بتنام وبتستسلم، بس ساعتها بتسمع صوت كده بينادي عليها، فبتبدأ تتحفز من تاني وبتقوم وبتمشي علشان بتبقى عارفة انها كده مش لوحدها. وبتفضل ماشية في النفق لحد ما بتلاقي سائل اخضر كده في ارضية النفق، وقبل ما تدوس عليه بتقطع حتة قماش وبتحطها في السائل ده، وساعتها بقى بتعرف اللي فيها لانها بتلاقي ان القماشة بتدوب في السائل ده. وساعتها بتمشي ليزا بحذر كبير وبتبدأ تتحرك وبتزحف وهي ساندة على الحيطان علشان رجلها ما تجيش ناحية الحمض او السائل ده، وبتفضل مقاومة حرفيا طول الطريق. وقبل ما توصل للنهاية ركبتها هتلمس الحمض في النهاية، وساعتها جلد ركبتها هيبدأ ينهار زي ما القماشة دابت من شوية. وفي الوقت ده بتلاقي ليزا صوت راجل قدامها بيقول لها تسرع شوية، فبتتحمل الألم وبتمشي ناحية الصوت لحد ما بتلاقي سور حديد فيه 3 فتحات تانيين زي اللي شفناه من شوية. وبنروح بقى وبنشوف الراجل ده وبنلاقيه هو كمان في نفس الظروف، وساعتها هتفضل ليزا تشجعه علشان يحاول يعديها. ولما بنشوف الراجل بنلاقيه مسكين كده ووشه مشوه، وبيكون في مرحلة ما قبل الاستسلام على طول، يعني من الآخر كده جايب آخره. وساعتها بتبدأ اسورة ليزا تتقلب تاني للون الأحمر، وبتبدأ في إصدار صوت مزعج جدا وهو صوت الإنذار، ولأنها عارفة اللي بيحصل لما الوقت بينتهي فبتترعب. بس أول ما السور الحديد بيترفع بتبدأ هي والراجل يمشوا على طول وبيتقابلوا مع بعض وبيدخلوا وبيستخبوا في نفق الأمان اللي استخبت فيه ليزا من شوية. بس ساعتها بيكون نفق الأمان ده ضيق جدا عليهم، فبدون تفكير بتتصرف ليزا وبتروح رامية الراجل في آخر لحظة بره نفق الأمان، وساعتها إيده بتتقطع بسبب لوحة إزاز كده موجودة. وبتخرج ليزا وبتبص بره وبتلاقي إن الراجل ده آدم، وهتعرفه من الوشم اللي على دراعه. بس ساعتها الوقت بيخلص والنار بتملى المكان وبيموت آدم. وهنا بقى ليزا بتقع من طولها وبتفقد وعيها، وبتصحى بعد شوية وبتلاقي نفسها محطوطة في أوضة زرقاء كده وبينزل عليها سائل لزج جدا من السقف، وبتلاقي راس رجل آلي أو روبوت بتبدأ تطلع طاقة، والطاقة دي بتشفي الجرح اللي في رجل ليزا. وبعدها الروبوت ده بيوصل أنبوبة في فتحة كده موجودة في هدوم ليزا، والأنبوبة دي هتوفر العناصر الغذائية اللي ليزا فقدتها. وساعتها ليزا بتعرف إن الروبوت ده جاي علشان ينقذها. وبعد ما الروبوت بيخلص علاجها بتمشي ليزا وبتلاقي علامات من إيد آدم المقطوعة موجودة في النفق، وقبل ما بتفهم إيه ده بتلاقي فيه مفرمة لحمة جاية عليها، فبتدخل في نفق تاني طويل كده وضلمة. وساعتها بتفرح ليزا لأنها بتحس إن القلق كده خلاص راح من عليها، لحد ما بيظهر لها زومبي كده، فبتديله ظهرها وبتعمل نفسها كده يعني مش شايفاه. وساعتها ضربات قلبها بتزيد وبتترعب، وبتبص للزومبي تاني وبتلاقيه رايح عليها، فبتبدأ ليزا تجري لحد ما بتلاقي نفق تاني في وشها، فبتدخل وبتخرج على مكان فيه نفقين، فبتخاف تدخل في واحد منهم ويطلع خطر، بس بتقوم وبتشوف النفقين وبتختار بينهم. وساعتها بتقرر تدخل في النفق اللي ناحية الشمال لأنها بتسمع صوت بنتها في النفق ده، فبتفرح جدا وبتدخل فعلا لحد ما بتلاقي أوضة إزاز كده، وبتفتكر في الأوضة دي كل ذكرياتها، وبتبدأ تشعر إن التجربة دي غريبة قوي لأنها بتكون شايفة بنتها رغم إن بنتها ماتت. وبنعرف مع بعض إن بنتها ماتت وهي في البيت بتلعب ووقعت من الشباك، وساعتها ليزا جالها هستيريا عياط لأنها بتحس بالذنب ناحية بنتها. وأثناء ما كانت متأثرة كده وبتعيط بتلاقي الزومبي دخل عليها، فبتشوف ليزا أنبوبة كده زي نفق صغير قدامها فبتدخل فيها، ولكن الزومبي بيمسكها من رجليها، ولكن ليزا بتعرف تخلع منه وبتجري في النفق ده. بس وهي بتجري بتلاقي في وشها نفق فيه سلك شائك كده لو عدته هتخرج تشوف الشمس، بس بعدها بتلاقي ليزا الاسوره بدأت تقلب احمر من تاني، وساعتها بتقرر انها تعدي الشوك ده وبتعدي منه وهي متعوره، ولكن بتتحمل علشان تخرج للشمس قبل ما النار تهل عليهم. اما الزومبي بقى فبيبدأ يدخل في النفق هو كمان، وليزا بعد ما بتقرب جدا للخروج بتبدأ تتعب وبتستسلم خلاص للألم، وساعتها النار بتبدأ تملى النفق كله. بس ليزا في الوقت ده بتقع في مكان تحتها كده وهتتحامى فيه من النار، وبعدها بترجع تستجمع صحتها ووعيها باستخدام ضوء جايلها من الاسوره اللي في ايديها، وبتلاحظ ليزا انها بقت في نفق كله فتحات كتيره كده،
والنفق ده هيكون زي اول نفق دخلت فيه، وساعتها بتحس بالاحباط من تاني لانها بتحس انها رجعت لنقطة البداية، ولكن الروبوت بيدخل لها من تاني وبيلحقها، ولكن ليزا بترفض مساعدته ليها، وساعتها الروبوت بيفهم انها خلاص عايزة تستسلم للموت، بس برضه بيساعدها وبيعمل لها اللي هي عايزاه، وبيطلع حقنة سم كده علشان يديها لها، ولكن ليزا ساعتها بتوقفه لانها بتشوف الرمز اللي كان على دراع ادم قبل ما يموت، وبتعرف ان الرمز ده هو رمز الهروب من النفق، فبتطلب ليزا من الروبوت انه يرجع لها طاقتها كلها، ولكن قبل ما بيخلص الروبوت بيتفتح نفق تاني ورا ليزا، وساعتها بتمشي ليزا ناحية النفق اللي اتفتح ده وهي مستجمعة كل قوتها وشجاعتها، وبتبقى عارفة الخطوات والطريق لانها مشيت فيه كله قبل كده، وكل ما النار بتقرب بتستخبى ليزا في فتحات الامان، وساعتها بتشيل الاسورة من ايديها وبتشوف الرمز اللي تحتها، وبعد ما بتمشي في نفس الطريق من تاني وبتقابل الزومبي بتعرف تتعامل معاه وتخلع منه، وبتفضل تتنقل من نفق لنفق بكل سهولة، وبعد كده بتدخل لنفق فيه جاذبية، وبعد ما بتفلت منه بتدخل في نفق تاني وبتقلع الاسورة وبترميها على امل ان خلاص طريق الخروج قرب، بس بعد كده بتلاقي هدوء مش طبيعي يسيطر على المكان، وهتحس كمان انها اخدت القرار الغلط، وبعد كده ليزا بتلاقي نفسها في عضو بشري غريب كده زي الامعاء مثلا، فبتحاول تلمسه علشان تعرف ايه ده، واول ما بتلمسه بايديها بيظهر لها من وراه ظل ايدين كبار جدا، فبتبدأ ليزا تخاف من تاني، وبيزيد خوفها لما بتشوف عدد كبير من الايادي حوالين المكان ده، وبيحاولوا كمان يخترقوا الغشاء او الامعاء دي علشان يوصلوا لها، فبتبدأ ليزا تسرع حركتها اكتر واكتر وبتخرج من المكان ده، وساعتها اول ما بتخرج بتلاقي اسورتها اللي هي لسه رمياها قدامها، ولكن اول ما بتقرب تمسكها بتلاقي ان الاسوره لونها اتغير للون الاحمر وبيعمل صوت انذار، وساعتها ليزا بتتحرك بسرعه علشان تدخل في نفق الامان، ولكن بتلاقي ان في زومبي بيقرب منها، فبتضربه وبتدخل نفق الامان بتاعها وبتسيبه بره، وبيكون الزومبي ده مرعوب خالص لان خلاص جهاز الانذار قرب يقضي عليه، والمفاجاه بقى ان انابيب النار مش بتشتغل، والباب الازاز كمان بتاع نفق الامان بيتفتح من تاني، واول ما الزومبي بيمسك ليزا علشان يعضها بتستجمع ليزا كل طاقتها وبتضرب الزومبي ضربه قويه جدا وبتموته، وبعد كده بتبدا تمشي تاني في النفق في مكان الى حد ما صح المره دي، وساعتها بتلاقي كوره صغيره كده مرميه بتفكرها بكوره بنتها الميته، فبتقف ليزا وبتفكر ايه اللي جاب لعبه بنتها هنا، لحد ما بتلاقي ليزا نينا بنتها قدامها، فبتبدأ تنهار من العياط لأن بنتها وحشتها جدا، وبنتها كمان بتعيط، وبيبدأ مشهد درامي عاطفي جميل جدا، ورغم فرحة ليزا إلا إنها بتبقى حزينة جدا علشان عارفة إن كل ده مجرد هلاوس، وبتبدأ ليزا تفوق وبتفتح عينيها وبتقنع نفسها إنها مش هينفع تفضل عايشة في الماضي وفي ذكريات بنتها، وبالفعل بتفوق وبتمشي كده لحد ما بتلاقي قدامها نفق باين منه السما، وبنعرف إن هو ده نفق النجاة، بس بتتفاجأ ان في عائق لخروجها من النفق ده، وهو ان في 3 ابواب حديد بيترفعوا وبينزلوا مرة واحدة بسرعة جدا، وليزا بتبقى خايفة ومرعوبة ولكن بتستجمع قوتها من تاني وبتقلع الاسورة وبتعدي من اول باب حديد، وده اللي بيكون بيتفتح وبيتقفل تلقائي كل 4 ثواني، وبعد ما بتعدي منه بتلاقي الباب اللي بعده واللي بيكون بيتقفل كل 3 ثواني، وبالفعل بتقدر تعديهم هما الاتنين، ولكن بتيجي للمحاولة الثالثة وبتلاقي ان الباب بيتقفل كل ثانيتين، وبالفعل ليزا بتعدي ولكن بتتصاب اصابة خطيرة جدا في رجلها، ولكن بتفضل تزحف علشان تخرج للنور، بس وقتها بتتصدم ان دي مجرد شاشة بتعرض مقطع للسما، وبتعرف انها لسه في النفق وللأسف مفيش خروج، فبتفقد الامل في الحياة، وبصراحة كده بيكون معاها حق يعني، وبتفضل تعيط لحد ما بتلاقي ضوء ساطع ملا المكان، وبتتفاجأ بانها بتطفو على وش ميه بتاعه بحر صافي وجميل جدا، وبتلاقي نفسها عايشه في مكان طبيعي ونقي، وكل الجروح اللي فيها بتبقى مشفيه تماما، وبتفضل تبص للمناظر الطبيعيه اللي حواليها، وساعتها بتظهر بنتها من تاني، وهنا بتسال ليزا بنتها هي عايشه ولا ميته، بس بنتها بتقول لها ان روحها موجوده ولكن جسدها مات اكتر من مره، بس بتعرفها انها دلوقتي في حاله كويسه وسعيده جدا، وبنعرف بقى ان كفاح ليزا في النفق ده
ده كان مجرد حياة الكائنات الفضائية هم اللي مخططين لها. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.